السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيلا غتكونوا ديجا سمعتوا بواحد القضية ديال المحفظة الحمراء لجلب الرزق، او لا انك تبدل البزدام ديالك يكون اللون الاحمر ولا يكون شي واحد اللون معين باش انك يقدر يجيب لك الفلوس. هذه نصيحة وتحذير في نفس الوقت. بغيت غير نقول لكم ان هذوك الخرافات راه كتأدي بالانسان للشرك بدون ان يعلم، لان الانسان لا يجوز انه يخلي شي حاجه اللي ماشي هي سبب تكون سبب. بمعنى انني كنقول مع راسي باللي حيت هاد البسطام احمر فهو غادي يجيب ليا الفلوس، او لا غادي يديني الغنى، او لا عنده واحد التاثير. اول حاجه الالوان لا تاثير لها فيما يتعلق بالفلوس او لا الرزق او لا. يعني ما يمكنش حيت بصدامك لونه احمر او لا خضر او لا كحل غادي يجيب لك الفلوس. هذه اولا. ثانيا ان الحاجه يعني جماد لا تتحرك بصدام لونه احمر كيفاش غادي يدير يجيب لي الفلوس؟ هاد الشيء اولا دخل في خزعبلات ديال الطاقه وطاقه الالوان، وان اي لون له تاثير، وانه راه يقدر انت اللون ديالك احمر وانت اللون ديالك اسود وانت خصك دير هاد اللون باش انك تقدر تجذب لك ديك طاقه الثراء. فهذه خزعبلات، بعدوا عليها. والانسان اللي تيكون غادي في هذا التفكير يعرف باللي راه لا قدر الله هادشي راه كيؤدي للشرك بالله سبحانه وتعالى. علاش؟ حيت هذا من الشرك بالاسباب. اول حاجه واحد الحاجه ما كتاثرش، يعني بحال الاصنام. دابا الانسان اللي تيعبد الاصنام باش كيامن ان داك الصنم راه عنده واحد التاثير، حيت هذه هي الفكره من الاصل، ان الصنم عنده تاثير. انني الا عبدته ولا انني الا عطيته قربان يعني تقربت ليه بشي حاجه راه غادي يجازيني. نفس الحاجه ان بصدامي احمر الا شديته حطيته في صاكي غادي يتزادوا عندي الفلوس، غتولي عندي الثروه. يعني كنامن باللي هذاك البصدام عنده تاثير. وهذا الشيء لا قدر الله راه من الشرك. يعني انسان تيشرك بالله غير هكاك فابور ما بغا يدي الذنوب وصافي. وبزاف ديال الناس الله يهديهم تيخرجوا تيبداو يهضروا على هاد الامور على انها امور مجربه وامور يعني ذو فعاليه، يعني عندها واحد الفعاليه وانها كتخدم. وهذا الشيء راه غير من الشيطان لعنه الله. اول حاجه بعدا، علاش هذا الشيء من الشرك بالاسباب؟ لان انت كتلتفت لذاك البصدم على اساس انه كيأثر اولا، وثانيا هذاك بعدا ليس سبب اصلا. يعني خليتي واحد الحاجه اللي ماشي سبب تكون من السبب، وهذا راه من الشرك في الاسباب. يعني انت كتعتقد ان هذا الشيء كيقدر يأثر بدون مشيئة الله سبحانه وتعالى، هذا راه شرك اكبر. بحال داك اللي كيعبد الاصنام اللي كيعبدوا القبور، لان هادوك تيظنوا ان هذاك الشيء بحد ذاته هو كينفع وكيضر. وإلا كان كتقول مع راسك ان هذه راه غير سبب وان راه الله هو الرزاق، فراه مازال انت راه في الشرك، ولكن غير هذا شرك اصغر. اذا الانسان يحاول يتجنب هاد المسائل. اي حاجه دابا كنسمعوها طوندونس، بداو كيهضروا على واحد البزطام، الانسان يرجع للاصل ديال الامور ويفهم. لان راه اسهل حاجه تقدر تاثر عند الانسان راه هي العقيده ديالو وهو التوحيد ديالو. وتما منين الشيطان كيبغي يشدك. حيت الشيطان هو في اخر المطاف شنو بغاك انت عقيدتك وتوحيدك الله سبحانه وتعالى يفسد. اذا شنو خصك؟ واحد الالهه وحدين اخرين مع الله عز وجل، ياك؟ اي حاجه هو يقدر يدخلها لك لراسك. راه هذه هي التطير ديال ناس زمان. في الجاهليه كانوا تيخرجوا باش يسافروا، تيبان لهم واحد الطائر غادي لهاد الجهه، تيقولوا اذا صافي هذا السفر ما فيهش خير تيرجعوا. فاش كيكون الطائر غادي للجهه اللي بغاو هما تيقولوا ايوا هذا الشيء راه فيه خير، يعني نمشيو نسافروا. وهذا الشيء راه غير منطقي. راه الاسلام راه فيه واحد العقلانيه وفيه واحد المنطقيه اللي بزاف ديال الناس كينساو هذا الشيء. فكيف اذا بشي حاجه لونها احمر ولا كحل ولا صفر غادي تاثر؟ ما كنهضرش على التاثير النفسي ديال الالوان، لان راه كاين في القران بحال في سوره البقره انه تيقول الله سبحانه الله عز وجل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هذه في سوره البقره. في التفسير ديال هذه الآية أن داك الصفورية د البقرة تسر النفس، يعني فاش كتشوفها صفرة كتعجبك. كما كاين واحد الالوان مثلا هادئه كديرها في دارك، اولا كتصبغ بها الحيوط، اولا كديرها في الفراش اللي كتريحك. وكاينين الوان مثلا كتجيك قاتمه على النفس. هادشي كيأثر غير على النفسيه ديالك كيفاش كتشوف هذيك الالوان. ولكن هي بحد ذاتها اللون واش غيقدر يعطيك شي حاجه، يسبب لك الغنى، يسبب لك يأثر لك على الماديات؟ راه لا يمكن.
يعني الانسان اللي كيمشي كيامن باللي راه ان اللون، فهمتي، انه عنده اثر وعنده طاقه خاصه، وراه خصك مثلا ما يكونوش حوايجك في هذا اللون، انه تكون كتلبس هذا اللون علاش باش ان يطر داك الشيء على حياتك بشي طريقه. فهاد الشيء راه من الفلسفه الوثنيه الشرقيه اللي جاتنا مع هاد الشيء ديال علوم الطاقه، فهمتي، وهاد الشيء ديال العقائد الوثنيه. الانسان يحاول يتجنب داك الشيء ويعرف ان هذاك الشيء راه مخالف للشرع. وبزاف ديال الناس الله يهديهم يمشيو مع هذا الشيء جهلا، من باب التقليد، من باب فهمتي انه راه هذا دارو هذيك دارتو، وهذا الشيء راه بصح والاخرى هضرات عليه. راه الانسان دائما يرجع لاصل الشيء. اصل الشيء انا هذا الشيء كيفاش بزطام حمر غادي ياثر ليا على الفلوس، ولا نهز البزطام نبدا كنقرا عليه ونقرا فيه هذا الشيء راه ما كانش في عند السلف الصالح، ما كانش في السنه النبويه. راه الامور واضحه جدا. الا كنتي مسلم حقا راه عندك القران وعندك السنه النبويه، وهادو راه كافيين. راه ربي عطاك ووفاك، عطاك كلشي داكشي اللي غادي يخصك تتبعو، عطاك الطريق. فكنشوفوا بزاف ديال المستجدات. انا كل ما هو جديد كيخلعني، يعني صراحه غنقولها لكم، لان شحال من امور كنشوفها فاش كنرجع للاصل وكنبدا نقلب كيفاش منين جات وعلاش هاد الفكره ما هو المنطق وراء الفكره، كنلقى بزاف ديال الامور صراحه راه المصدر ديالها كيخلع، والنتيجه ديالها فاش كتبعي الفكره كتخلع. يعني لا قدر الله كتبقى غادي مع هذاك الشيء ديال الالوان وهذاك الشيء ديال الملابس والطاقه راه لا حتى شي حد، لا شيء لا شيء عنده واحد الطاقه تؤثر عليك من غير الله سبحانه وتعالى. داك الشيء اللي مكتب لك الرزق كتبوا الله سبحانه وتعالى من أنت قبل الخلائق، قبل كاع ما يتخلق الانسان، قبل ما يتخلق سيدنا ادم، وربي كاتب لكل واحد الرزق ديالو واشنو مقسم ليه الله. تاني حاجه، الانسان اللي باغي الرزق من عند الله سبحانه وتعالى ما مشيش نامن بالاسباب وبالتافهه، انني غادي نهز بزطام حمار وغادي نهز هادي وندير بحال هكا ونخلي عندي واحد 100 درهم ولا 200 درهم دائما في الصدام ما كنقيسهاش، نشدها نقرا عليها هادشي كله غيتخربق. بغيتي الرزق سير دعي الله سبحانه وتعالى. بغيتي الرزق استغفر مولاك، استغفر الله سبحانه وتعالى. كيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن على قصة نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحان الله. استغفر. الاستغفار بعدا كيحيد عليك الفقر، يجيب لك الرزق، يحيد عليك الهم والحزن، وكتزيد في الحسنات ديالك. ولكن راه ماشي غنمشي نهز ونستغفر الله سبحانه وتعالى بنيه انني نولي لاباس عليا، ولا ما فيها عيب، ما فيها عيب. ولكن الانسان بعدا اولا يستغفر تقربا لله سبحانه وتعالى باش ربي يغفر لك الذنوب. وخص الانسان يفهم واحد الحاجه، انه راه لا شيء يؤثر الا ما كتبوش لك الله سبحانه وتعالى. نجمع ما بين الاستغفار وما بين الدعاء ونطلب الله سبحانه وتعالى وندير صله الرحم وندير بزاف ديال الحوايج. كيقول ابن القيم: 4 تجلب الرزق: قيام الليل، كثرة الاستغفار بالأسحار، تعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره. أمور في الدين باينة. بغيت ربي يرزقني راه كندعي الله سبحانه وتعالى، ونحاول نبعدو من هاد الشيء، هاد المسائل ديال الطاقة. كل ما هو جديد اللي كيبدا يهضر في هاد الأمور وتيفسر، حيت الناس راه غير كيفسروا، الإنسان غير غادي كيفسر كيما با، كل واحد وشنو كيقول لك. كتدخل غير اليوتيوب دابا غتلقى يعني عوالم، غنقول لك ماشي عالم واحد، عوالم، كل واحد واش كيقول لك. لا دير بحال هكا، لا خصك دير. انا نصيحتي للانسان اللي كيتصنت ليا دابا، اي واحد اختي خويا كتصنتوا ليا دابا وعقلك مشى مع هاد الاشياء، استغفر مولاك وطلب الطريق الصحيح وطلب الهدايه. راه والله الا حنا في واحد الزمان زعما راه تيخلع هاد الشيء، تيخلع لا اله الا الله. لان الامر البساطه ديالو تقدر تكون غير حيت هاد اللون ولا داك اللون، ولا امور عاديه كتقدر تبان في الاول بسيطه، ولكن والله الى النهايه ديالها راه امور تحز في النفس، امور تؤلم القلب، امور اللي كتوصل للشرك بالله سبحانه وتعالى. كيبغيو يبعدوك على كل ما هو الدين ديالنا والسنه، وتيقول لك داك الشيء قديم، هذاك الشيء موروثات، علاش كتامنوا بهاد الامور؟ او لا كيربطوا المسائل ديال علوم الطاقه وداك الشيء بالدين. وهادو راه وصلوا واحد النيفو واحد اخر، راه بزاف. يعني شي حاجه اللي الله ينجينا وينجيكم من هذا الشيء. وان شاء الله مازال نهضر معكم بزاف ديال الامور في حلقات اخرين، وكنتمنى تستافدوا. اختي الا استفدتي ولا كتعرفي شي حد كيامن بهذا الشيء صيفط ليه هذا الفيديو. وانت كذلك اخويا
وكنتمنى من ربي سبحانه وتعالى يهدينا ويورينا طريق الحق، يا ربي آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.